السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببساطة جدا لو انت سمعت الأذان وما قمتش اتوضيت وصليت في ساعتها، فعندك كده مشكلة كبيرة جدا في تحديد أولوياتك. قال الله عز وجل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. صدق الله العظيم. آية خطيرة جدا. بما قدم وأخر، يعني بتسمع المسلسل بتقول لا استنى بقى بعد المسلسل نقوم نصلي لما تخلص الحلقة، ولا لما يجي فاصل إعلاني، ولا أساسا مش هنصلي والمسلسل نسانا كل حاجة. تسمع ماتش وتقول لا لما بين الشوطين هصلي، ولا بتسمع وبتقوم في ساعتها وبتصلي، ولا مش بتصلي أساسا، أو ربما ما بعد ما يخلص الماتش ببضع لحظات أو ببضع وقت طويل تقوم تصلي. مشكلة في تحديد الأولويات مهمة جدا يا إخواننا، ومشكلة خطيرة جدا. ربنا بيقول لك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قدمت إيه على إيه؟ خليت ربنا والصلاة وكل حاجة من أولوياتك، ولا خليت أمور الدنيا دي هي من أولوياتك؟ لذلك الناس بتبعد عن ربنا وترجع تشتكي من المعيشة وتضيق الرزق وكل حاجة. والحل بسيط جدا في هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرضت عن ذكر ربنا وخليت ذكر ربنا وأمور وفرائض الصلاة متأخرة، طبيعي جدا إن هتكون في ضيق في الرزق وإنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فأنت بعيد عن طريق السعادة. القضية الأولى أو النصيحة الأولى اللي أنصحك بيها: انظر ماذا قدمت وأخرت. انظر بتفضل إيه على إيه. إذن عليك أن تجعل أمور الدنيا جانبا وفي المركز الثاني، وتخلي أمور وفرائض ربنا في المركز الأول. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء.